سمر سعد، فنانة تشكيلية، نحت على الخشب، خريجة تربية فنية 2001 أو بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان، بعتز بيها جدا. تخصصي هو نحت على الخشب. هو عشقي أولا. قبل ما ابتدي اشتغل، احنا اولا في الكليه درسنا كل التخصصات، سواء نحت على الخشب او معادن، اشغال معادن او اشغال نسيج او تصميم او تصوير. في شغلانتي النحت على الخشب انا بجمع ما بين الخشب وجماله وان انا احط تصميم صح. فانا استغليت الكليه بتاعتي وفي شغلي دلوقتي. اولا التصميم اللي هنشتغل عليه، التصميم عباره عن غزاله وحصان، الاثنين مدموجين ببعض. دي بدايه الشغل بتاعتي كلها، بصورها على حسب الحجم اللي انا محتاجاه اللي انا اشتغل بيه. تمام. والعده بتاعتي، العده شنيور، منشار كهرباء، ازميل، راوتر، ميني كرافت، ازاميل ومبارد. دي بالنسبه للعده اللي انا بشتغل بيها كلها. نبتدي بقى نشوف تصميمنا. اصلا الخشب اللي انا بشتغل بيه هو خشب MDF. ادي الخشب اللي انا شغاله بيه اهوت. المفروض ان التصميم بتاعنا هو حفر بارز. ابتدي الشغل دلوقتي. طبعا اول حاجه لازم البس نظاره عشان خاطر حمايه لعينيا، لانه المفروض ان هو بيطلع اول حاجه انا معلمه على الشغل اللي انا محتاجه افرغه. التصميم بتاعنا بجيب كربون وبحطه على الخشب. تمام كده. بطبع الشكل بتاعنا كله على الخشب. بعد كده بعد ما طبعت التصميم على الخشب بروح قصاه زي ما انا عملته كده. ده المفروض الشكل بتاعنا قبل ما بحطه على الخلفيه. قبل ما بحطه على الخلفيه دي. تمام. لو هنلاحظ هنا ان الخشب خلاص انا ابتديت اشتغل عليه. ده بالفعل بعمله قبل ما بحطه على خلفيتي. ازاي بقى؟ بحفر عليه. المفروض ان ده شكله حصان. بحفر عليه بالازاميل وبحفر عليه بالصاروخ. تمام كده. وكده كده ببقى مفرغاه بالمنشار الاركة الكهرباء اللي هو المنشار ده. تمام كده. فرغت الشكل بتاعي. بعد كده بروح جايه حطاه على الخلفيه بتاعتي. وادي الخلفيه بتاعتي اهي. تمام. وادي الشكل اتحط عليها. طيب انا عايزه بقى الشكل بتاعي ابقى مفرغاه. ادي الشكل بتاعي اهو. وادي الجزء اللي انا فرغته خلاص. دي الخلفيه بتاعتي ودي اللي هتبقى اللوحه الاساسيه بتاعتي. ده الجزء اللي انا فرغته بمنشار الارك الكهرباء. تمام. طب انا هاجي دلوقتي اشتغل بالازميل واوريكم ازاي الازميل بيشتغل على الشغل او بنحت بيه ازاي، وهوريكم برده الصاروخ بشتغل بيه ازاي على الشغل. تمام. انا كده فرغت. اول حاجه عملت الازميل، عملت بالشنيور، فرغت معايا او عملت مساحه ان انا احط فيها المنشار وفرغتها. نكمل بقى بقيه الشغل بتاعنا. وهنشوف دلوقتي
بتاعتي هي بتبقى اشكال، في منها ازميل على شكل بيضاوي، ازميل على شكل 7، ازميل مبطط، وكل الازاميل ديت ليها استخداماتها في قلب الشغل بتاعنا. طب انا دلوقتي عشان اشتغل بالازميل واحفر بيه، بحفر بيه ازاي؟ اول حاجه بجيب الازميل اللي هو شكل 7 وبحدد بيه. انضف الشغل بتاعي وابرزه. ادي الصنفره، دي صنفره حدادي ماشي، عشان تاكل في الشغل معايا على طول. في صنفره خشابي والحدادي برضو في منها الناعم والخشن، انا بشتغل بالصنفره حدادي. بعد ما اشتغلنا بالمبرد وبردنا فيه واشتغلنا بالصاروخ واشتغلنا بالصنفره، في اخر ملمس معايا اللي هو الحرق بتاعي عشان ابين الشعر بتاع الحصان والقرن بتاع الغزاله. ادي الشكل معانا اهو بعد ما بينت الشعر بتاعي. ده الملمس بتاعي اهو تمام. بشتغل بيه الحرق الملمس بتاعي، بجيب من الاصل هنا وبيطلع على ما فيش، بحيث ان هو يبين لي الشعر. بتقل شويه الحرق جوه هنا بحيث ان هو يديني ايه، ان الشعر ده تقيل يعني تمام. وبخرج في الاخر بيه. طيب المفروض ان الشغل ده كده لسه ما خلص، بس عشان يخلص بعد كده، في بعد ما بيخلص خالص في دهان. اول حاجه بعمله بغير ابيض الاول عشان اسد المسام بتاعته، وبعد كده ورنيش، وبعد كده فلوت، وفي الاخر بيطلع معايا شكل زي الشكل ده. ده كده شكل خلصان خالص، خلصان تفريغ وخلصان صنفره وخلصان حرق وخلصان صبغات كمان. دي اللي بستخدمها عشان ابين لو في هنا الغامق والفاتح. دوت مش حرق فقط، هو حرق والوان معايا في نفس الوقت. ويا رب تكونوا استفدتوا معايا ونعرف نطلع حاجه.